السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في افضل الاحوال. اليوم الاخوان غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم، الا وهو الباك ليبر، الباك حر، بكالوريا حره. علاش غادي نتكلموا عليها؟ لان الاخوان نتوما راكم عارفين دائما كل نوفمبر راه كيكون لونسمون ديال لانسكريبسيون بالنسبه للناس اللي بغاو يترشحوا الباك ليبر. سكيل في هذه الحلقه هذه اشنو غادي ندير؟ انا غادي نحاول انني نعطيكم لي ديتاي على الباك ليبر. شنو هو الباك ليبر؟ علاش كيدار الباك ليبر؟ شنو هو الشروط باش انني ندير باك ليبر اي انسي دو سويت؟ شنو هما الافاق ديال الباك ليبر؟ اذا هادشي كله الاخوان غادي نتكلموا عليه بطبيعه الحال. قبل ما نتكلموا عليه الاخوان، بالنسبه للناس اللي كيسولوني اشاك فوا على القرعه ديال امريكا فوقاش اخر اجل. اخر اجل راه هو 3 الجاي، لو 7 نوفمبر الاخوان. راه التسجيل مازال مستمر، راه مازال الاخوان تنسجلوا الناس يوميا. اللي بغى اننا نسجلوه فما عليه الا يتصل بينا ويحاول ما امكن يطبق داك الشيء اللي غادي نقولوا ليه في اقصى سرعه، لانه الوقت ما بقاش الاخوان. يعني باقا واحد 5 ايام خصكم تسربيو فيها الوقت. بطبيعه الحال النمره ديالي غادي نخليها لكم، اللي بغى انه نقوموا ليه بعمليه التسجيل فما عليه الا يتواصل معنا بطبيعه الحال. دابا كيف ما قلت لكم غادي نتكلموا الاخوان على الباك حر، الباك ليبر. كيف ما قلت لكم في الانترو ديال هذا الفيديو هذا، راه بالنسبه للباك ليبر الاخوان راه الانسكريبسيون كتبدا في شهر 11. مفهوم؟ اول حاجه الاخوان، الباك ليبر شكون هما الناس اللي غايديروا باك ليبر او اللي معنيين بالامر؟ هما الناس اللي حاصلين على البكالوريا او اللي ما شدوش البكالوريا. بالنسبه للناس اللي ديجا خداو البكالوريا فممكن انهم يديروا باك ليبر، ولكن بشرط انهم يغيروا الشعبه وليس المسلك. راه شحال من واحد تيواصل معايا تيقول لي استاذ مثلا واش نغير الشعبه ولا المسلك؟ كنقول له الا بغيتي دير باك ليبر خصك تغير الشعبه. تفهمنا؟ نعطيكم مثال بسيط باش تفهموا. بالنسبه للعلوم التجريبيه، شعبه العلوم التجريبيه كاين مسلك العلوم الفيزيائيه ومسلك العلوم حياه الارض. في هذه الحاله انت راه ما كتغيرش المسلك، راه كتغير الشعبه. ردوا البال مزيان الاخوان، نتوما راكم خصكم تغيروا الشعبه. يعني ممكن دير الشعبه ديال العلوم الرياضيه، ممكن دير الاقتصاد، ممكن دير الادب ايضا. مفهوم؟ هذا فقط كتوضيح. وبالنسبه للناس الاخوان اللي ما عندهمش باك، اللي ما عندهمش الباك، خاص يكون عندهم الكاتريام. راه شحال من واحد تيقول لي استاذ انا ما عنديش الكاتريام، واش ممكن ندوز الباك ليبر؟ لا، انت ما عندكش الحق في الباك ليبر، لانك انت مازال ما حصلتيش على الشهاده ديال الثالثه اعدادي. لهذا خصك ضروري حتى تاخذ بعد الشهاده ديال الثالثه اعدادي. وبهذه المناسبه حتى هما راه عندهم حر، يعني كاتريام حر. فاش كدوز الكاتريام حر كتستنى 2 زون بطبيعه الحال، عاد عندك الحق انك تدوز الباك ليبر. هذا فقط الاخوان كتوضيح فقط. بالنسبه للاخوان واحد المساله اللي مهمه، شنو كندوز انا في الباك ليبر؟ شنو هما المواد اللي كندوز في الباك ليبر؟ عندك كدوز في المواد ديال الوطني، وكدوز المواد ديال الجهوي، بالاضافه الى الرياضه او السبور. بالنسبه للسبور بغيتي تمشي دوزها سير دوزها، ما بغيتيش تمشي دوزها فراه كدلي بشهاده طبيه وكيحطوا لك 10 في لانوت ديالك. يعني كتحط لهم شهاده طبيه وكيعطيوك 10. وكاين اللي ما كيبغيش يحط شهاده طبيه وكيمشي كيدوز، وبطبيعه الحال راهم كيجيبوا 16 17، ولكن الكويفيسيون كتكون واحد. سكيل في يعني ما غاديش تعاونك نيت بداك الشيء اللي بغيتي نتايا. مفهوم؟ وكيف ما قلت لكم بان بالنسبه للوطني والجهوي راه كدوزو في دقه واحده، ماشي بحال المتمدرسين اللي عندهم في الجهوي في السيزيام، الوطني في الاخر. لا، بالنسبه لصحاب الباك حر راهم كيدوزوا المواد الجهوي والوطني في دقه واحده. يعني في ديك 10 ايام بليطو راه كيدوزوا فيها كلشي، كيدوزوا مع اصحاب الجهوي وكيدوزوا ايضا مع اصحاب الوطني. المشكل اللي كاين في الباك ليبر، المشكل الوحيد، وهو انه الناس ديال الباك ليبر راه ما عندهمش الحق انهم يولجوا المدارس العسكريه او الاقسام التحضيريه. راه هادشي اللي بغيت نوصل لكم. نعاود جو ريبيت، بالنسبه للعيب الوحيد اللي كاين هو انه خديتي باك ليبر ما عندكش الحق تولج المدارس العسكريه، لان المدارس العسكريه بحال دابا مثلا اللي راه كاينه في مراكش، هادو كيطلبوا المتمدرسين بحال لي جوندارموري، بحال لافياسيون مثلا، كيطلبوا المتمدرسين سكيل في خص تكون كتزاول او لا بلوطو كتابع الدراسه ديالك في احدى المؤسسات.
مفهوم. وايضا ما عندكش الحق دير لي كلاس بريباراتوار، لان حتى لي كلاس بريباراتوار كيطلبوا فقط المتمدرسين. هذا فقط كتوضيح، وهذا هو العيب الوحيد. اما ما تبقى راه عندك ليه الحق، عندك الحق في الميديسين، عندك الحق في لي زيكول سوبيريور ديال لي زانجينيور، عندك الحق في لابيزا، عندك الحق في الجامعات، في عندك الحق في اللي يعجبك. مفهوم. بالنسبه للاخوان شرط السن ديال الباك ليبر، فراه شرط السن غير محدد الاخوان، يعني ممكن والله يجعلك تكون 80 عام 90 عام 120 عام، عندك الحق في الباك ليبر، وعندك الحق باش انك تاخذ الشهاده ديالك بطبيعه الحال. ما كاينش اللي بقوه القانون ما كاينش اللي غادي يمنعك بيان سور. حاجه اخرى الاخوان اللي بغيت نتكلم عليها واللي هي مهمه بزاف، اول حاجه فاش كتنوي انك ترشح بطبيعه الحال كتمشي للمؤسسه اللي ديجا قريتي فيها، كتاخذ واحد الشهاده ديال الانقطاع عن الدراسه بطبيعه الحال، خاصك تمشي تجيبها، كتجمع لي بابي ديالك، كتمشي كتحطهم في المديريه الاقليميه اللي تابع ليها بطبيعه الحال، وديك الساعه كتبع بطبيعه الحال كيعطيوك واحد المنصه، واحد السيت اللي من خلاله كتبع، يعني كيف ما قلت لكم كتبع المسار ديال واش تقبلتي واش ما تقبلتيش الى اخره. الاخوان واحد المساله اللي بغيت نطرق ليها حتى هي مهمه بزاف بالنسبه للباك ليبر. شوف، الا كنتو كنهضر على هذوك اللي خداو البكالوريا، الا كنتي واخد البكالوريا بواحد النقطه اللي هي مزيانه، فاش كنقول مزيانه كنقول من 14 للفوق، فمن الاحسن يستحسن بلا ما دير باك ليبر، سيرتو الا كنتي خديتي باك ليبر باقي جديد، باقي الباك ديالك طري، يلاه داز عليه عام عامين، يستحسن بلا ما دير باك ليبر، يستحسن تمشي تخدم على ديك النقطه ديالك وتمشي توجه بها في التوجه الصحيح ديالك، لان راه الباك ليبر راه سيف ذو حدين. الباك ليبر راه سيف ذو حدين، راه ممكن ندير انا الباك ليبر ويعاونني بزاف، بالاخص الا كانت مثلا عندي لا نوت ديال الباك طايحه وانا ما راضيش بها، وممكن انني نجيب النقطه في هذه الحاله ممكن، او لا مثلا نقدر ندير باك ليبر ونضيع فيه وقتي ونجيبه ب10، وبالتالي داك المجهود كامل ضيعته، يعني داك المجهود اللي بدلته في الباك ليبر فاش جبت 10 كان ممكن انني نبدلو في داكشي اللي كندير ونجيب حسن وحسن وحسن وحسن. مفهوم. يعني ماشي كلشي غينوض يدير باك ليبر، لا، غندير باك ليبر الا كان عندي واحد الهدف. اما غير ندير باك ليبر باش نسمى درتو فيه اللهم داك المجهود اللي غادي نوفرو الباك ليبر، اللهم نمشي نوفرو في حاجه اخرى. كتمنى الاخوان هذه النقطه هذه ان الرساله تكون وصلت. مفهوم. الرساله تكون وصلت، لانه راك فاش كتكون مثلا كدير شي ايكول او ميم طون كدير الباك ليبر، راك تعرف بان حر. ما معنى حر؟ يعني كتخدم على راسك، انت ما تابع المؤسسه التعليميه، ما تابع حتى شي حاجه، انت ديال راسك، يعني راه خصك واحد المجهود باش ديرو. عندك يسحب لكم واش الباك ليبر ساهل؟ راه صعيبه الاخوان، راه ديجا طرقت ليها في واحد الفيديو، راه كاينين الناس تلامذ اللي كيتبع مع البروف وكيزيد السوايع وكيدير لي كونترول كونتيني والروينه كحله، ومع ذلك يا ربي فما بالك بنت انك يعني لا تابع لا متبوع كيف ما كنقولوا كيفاش غادي تبريباري. ولكن وتنسطر مزيان على ولكن كاين واحد الحاجه مهمه اللي كتخدم في الصالح ديال صحاب باك ليبر، الا وهي النفسيه. راه فاش كيدخل واحد الانسان حر يدوز البكالوريا، راه كيدخل بواحد النفسيه اللي هي مرتاحه، خاصه هذوك الناس اللي ما عندهم ما يخسروا، راه كيدخل مرتاح. وحنا عارفين بان النفسيه كتلعب واحد الدور حاسم في لا نوت اللي غادي تحصل عليها في البكالوريا. لهذا فاش كيكون واحد الطالب حر ولا واحد التلميذ حر، يعني راه كيدخل هو مرتاح ما عنده ما يخسر، ماشي بحال واحد تلميذ متمدرس خصو يجيب النقطه، خصو كذا مضغوط بالعائله، مضغوط من لي بارون، مضغوط من المحيط ديالو، من المجتمع ديالو، من لي بروف ديالو، يعني خصو يبين. وهنا كيلعب هو فريمون كيحصل كيجيب النتيجه، ولكن كيكون واحد الصراع نفسي مرير. هادشي اللي ما كيكونش عند باك حر. يعني واحد الحر يعني كيدخل هو مرتاح ترونكي، كتحط الورقه كيتعامل معها بواحد السلاسه. وهنا فين بزاف ديال الاصدقاء كيخدموا كيلعبوا على هاد النقطه لصالح ديالهم. بحال دابا انا مثلا غادي نبريباري، مثلا انا باغي ندفع باك ليبر، غنبريباري على خاطري، نبريباري مزيان وغنبريباري وانا مرتاح، ما علياش ضغوطات نهائيا. يعني غتحطي الورقه غنتعامل معها بشكل عادي بشويه عليا دقه دقه، والافكار كيترتبوا كيكون داكشي سوفيستيك بيان سور، وكنجيب لا نوت ديالي بيان سور. كنتمنى الاخوان انني نكون فتكم. فلهذا اللي بغى انه يدير باك ليبر فما عليه الا بطبيعه الحال يتسجل، وان شاء الله يحاول يبريباري.
ياخذ على الاقل واحد السويعه المكانه في النهار، يحاول يطلع على المواد شنو كيقرا وداك الشيء، وان شاء الله ما يكون غير خير الاخوان. نتمنى لكم التوفيق، سواء الناس اللي غيدوزوا باك ليبر، سواء المتمدرسين ديالنا ديال باكالوريا 2024. ان شاء الله نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه جديده، ولا بعد غدا في حلقه جديده ان شاء الله الاخوان. اللي بغيت نقول لكم بانه راه القرعه مازال مستمره الاخوان، راه قلتها وكنعاود نقولها وغنعاود نقولها، راه اللي كيسولني راه القرعه حتى نهار 3 ان شاء الله. بغيتي يا خويا نسجلوك، فاحنا راه مازال تنقوموا بالتسجيل يوميا، فما عليك الا تواصل معنا بطبيعه الحال، وغادي نعطيك لي ديتاي، وحاول تسرع لانه ما بقاش الوقت بطبيعه الحال. تبارك الله عليكم، جو فوز ايم الاخوان، تهلاو ليا فراسكم بزاف.